فانا قلت يا رب انا ما اتحملوش، انا ما اتحملوش، مش علشان انا برفض نعمه، لا، اصلها دي نعمه في باطنها اختبار شديد قد لا اتحمله. واحد بيقول انت قلت مره زمان عرض علي رؤيه النبي يقظه وانا رفضت. انا مش رفضت، انا قلت يا ربي انا لا اتحملها. في فرق بين الرفض وعدم التحمل. انا لا اتحمل ان انا التقي بالنبي يقظه وبعد كده التقي بيكم. بعد ما هشوف النبي مش عايز اشوف حد تاني، دي الحقيقه. لو واحد شاف النبي وكلمه ورد عليه بذمتك بعد كده هيشوف الخلق ولا هيحب يبص حتى في المرايه يشوف نفسه؟ دي حقيقه والله. لكن انا لما عرض علي هذا الامر انا كنت في عمره وزمان سنه حوالي 2000، مش فاكر 2009 2000 وايه، مش فاكر والله، لا يعني قبل كده كمان. كنت في مكه ونايم بعد صلاه التهجد في رمضان في العشر الاواخر، بعد صلاه التراويح، في بين التراويح والتهجد بيسيبوا لنا ساعه ونص راحه، وانا اليوم ده كنت مطبق ما نمتش من اليوم اللي قبله. فانا قلت اروح ايه الفندق انام الساعه ونص دي بس عشان اصحى الحق التهجد معاه. فروحت الفندق اجي انام مش عارف انام، نمت فعلا وضلمت الحجره، لكن القي في روعي القاء قوي لدرجه احلف عليه ان باب الحجره هيفتحه سيدنا ابراهيم الخليل. اه والله ده اللي حصل، درجه حتى بقيه التعب راح مني، ولقيت نفسي ايه يعني خايف من هيبه اللقاء. وانا كنت ساعتها يا دوب حصل على الدكتوراه وعايز بقى انفع الناس بعلمي بقى ومارس مهنتي، وعندي 5 عيال عايز اربيهم، واخد بالك؟ يعني ربنا اقامني في حاجه انا عايز اكملها. فانا قلت يا ربي لو دخل علي سيدنا ابراهيم حوت النبي الوقت في الوقت ده انا مش هعرف اكمل مهمتي، يعني انا هنجذب جذبه قد لا اعود الى بيتي بعد ذلك وافضل في مكه. يا ربي انا لا اتحمل. ادي اللي حصل. فربنا سبحانه وتعالى صرف عني هذا. ليه؟ لان انا لا اتحمل. خد بالك لا تتمنى الكشف، لان ربنا ارادنا نؤمن بالغيب. عارف لو ربنا كشف لنا مش هيميز المؤمن من الكافر، الكافر هيؤمن. لو في كشف الكافر ايه اللي يخليه ينكر؟ لما هو شايف الملائكه وشايف الانبياء وشايف الجنه وشايف النار هينكر ليه بقى؟ يبقى ربنا اراد بالغيب ان يختبرنا، وعشان كده اول ايه في القران يؤمنون بالغيب. فهمت ازاي؟ قال لك ايه؟ هدى للمتقين الذين ايه؟ يؤمنون بالغيب. يبقى لو تحولت وصرت مؤمنا مع الكشف قلت درجتك مش ارتفعت درجتك. ليه قلت درجتك؟ لانه زال عنك العذر. لو اخطأت بعد الكشف ربنا ينسفك نسف، مش هيديك فرصة، مش هيديك فرصة تستغفر ولا هي اول غلطة ينسفك. فالكشف خطير لا يتحمله الانسان العادي، لا يتحمله الا معصوم، واحنا مش معصومين. لابد تجيلنا فترات غفله، فترات نعمل معصيه بغلبه النفس وبعدين نتوب. فربنا بيأجلنا. عارف ربنا بيأجلنا بعد فعل المعصيه ليه؟ علشان احنا مؤمنين بالغيب. عارف لو احنا بالكشف كده ونعصى معصيه واحده والله نروح في داهيه، في الحال نروح في داهيه. فهمت؟ يبقى الكشف اللي بيتعجله جاهل بربه وجاهل بنفسه، جاهل بمراد ربه من عباده أن يؤمنوا بالغيب. والكشف امتحان وليس نعمة، امتحان شديد لا يتحمله إلا أولي العزم من الأولياء الكبار. وكل من كشف لهم الأولياء الكبار بعد كشفهم اعتزلوا الناس، بعد كشفهم كلهم اعتزلوا الناس، ما تحملوش يتعاملوا مع الناس. فهمت؟ الإمام السيوطي لما شاف النبي يقظة وقال صححت عليه يقظة 100 حديث، عمل ايه؟ اعتزل الناس وقعد في بيته، حتى صلاة الجمعة ما كانش يروح يصلي ظهر. مش متحمل يخرج ويرى الأكوان بعد ما شاف الحبيب، مش متحمل. وسيدي ابن أبي جمرة عمل كده، اللي هو مدفون جنب سيدنا ابن عطاء الله السكندري، سيدنا أبي جمرة صاحب ايه؟ كتاب بهجة النفوس في شرح مختصر صحيح البخاري.
يبقى الكشف مش نعمة كبيرة. ليه بقى؟ ده محنة. والكشف لا يدل على الكرامة بقدر ما يدل على الامتحان، فقد لا تحتمل الامتحان، وقد يدل على الايه؟ الإهانة. يعني ممكن ربنا يكشف واحد عشان يهينه. فاكرين انتوا ابو جهل لما حب يرمي النبي بحجر وهو ساجد، ربنا كشف له ايه؟ شاف جبريل فاتح بقه هيلعبه، هيلتقمه. يبقى ده كان كشف إهانة ولا كشف كرامة؟ إهانة، فامتنع وتقهقر. فهمت؟ طيب إبليس مش من أهل الكشف؟ هل استفاد بكشفه؟ بل قال له إيه؟ أغوينكم أجمعين، وربنا طرده من رحمته. الحواريين لما قالوا سيدنا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وفي قراءة تانية هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال لهم إيه؟ قال لهم يلا يا رب نزل، ولا قال لهم اتقوا الله؟ اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي بالغيب. إياك أن تسعى وأنت في الدنيا أن تؤمن مع الكشف. صمموا، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا إنك أنت رسول. لسه في قلبهم شك. وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. الله، ده إيمانهم بسيدنا عيسى لسه مهزوز. فسيدنا عيسى لما لقوا إيمانهم بيه مهزوز وده معناه كفر، قال يا رب نزل المائدة بقى، خليهم يؤمنوا يبقوا ناجين. أدام الحكاية ده لسه شاكين في إيمان. فقام إيه؟ اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا قال له إيه؟ إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم. يبقى لو شفت حاجة زي دي وكلت من أكل الجنة وجيت عصيت بعد كده، فمن يكفر بعد منكم، ما قالوش بقى هتوب عليه، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذن الكشف يرفع العذر ويرفع مدد الإمهال. يبقى لما يعرض عليك الكشف وانت في الدنيا وقابلته، تبقى انت ظلوم لنفسك، ظلمت نفسك، رفعت عنك مدد الإمهال. فهمت؟ وكنت في اختبار مع الله كبير، لو غفلت لحظة نسفك. فهمت بقى؟ يبقى الكشف مش تقول يا رب يا رب اشوف، تشوف ايه؟ ما انت مش هتستحمل يا ابني. ولو تحملت بعدها، لو عصيت لحظة واحدة هتتنسف. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الكشف. وانا كنت سبحان الله لما اتعرض عليا الحكاية دي، كنت انا ايه؟ قاعد مع الشيخ اسماعيل صادق العدوي قبلها بسنة. كان هو شيخ، انا كنت بحضر له في زيارة سيدي ابو الحسن الشاذلي سنة 92 تحديدا. انا نجحت في الدكتوراه سنة 92، دكتوراه الجراحة. وبعد ما بانت النتيجة بشهر كده، اتصل بيا عماد دردير، قال لي ده الشيخ اسماعيل عامل رحلة لسيدي الشيخ ابو الحسن الشاذلي، تحب تيجي معانا؟ قلت لهم معاكم. فرحت معاهم ايه لسيدي ابو الحسن الشاذلي، وكان معانا الشيخ اسماعيل صادق العدوي. فحكى لي واحنا قاعدين مع بعض امام الناس، مش خاص بيا يعني، حكى امام الناس ان هو مجموعة، مش كل الرحلة يعني، في قاعدة خاصة كده وبيشرب شاي، بيقول ان ربنا كشف عليا في فترة من الفترات سنة 67 أو قال 66 67 في الفترة دي، ربنا رزقه بكشف بحيث أنه يرى ذنوب العباد. يدخل عليه الواحد يشوف ذنبه إيه اللي حجبه عن ربه، فيدخل عليه يشاء ده قاطع رحمه، وده عق والديه، وده أكل الإرث على أخواته، وده بيشرب حشيش، وده مدمن خمر، وده بيزني في السر من ورا مراته، وده يعني يشوف المعاصي دي محدش يعرف يشوفها، ده ربنا ساتر عباده. فبيقول ربنا كشف عليا ايه معاصي العباد، فلقيت نفسي ساء خلقي. طول ما انا قاعد مع الناس بدل ما اوعظهم ونقعد نذكر، اشتم ده واقول غور من وشي وما تقعدش معايا يا غشاش يا مجرم يا ايه ده الكشف جالي بسوء خلق، لدرجة بقيت امشي في الشارع اشوف الناس من وراء الجدر، فبقيت اطلع على عورات الناس، فبقيت ازمة كبيرة. فهمت؟ فبقيت اقول يا رب اكشفوا عني، يا رب يا رب انا مش قد الحكاية دي،
لدرجة انه بيقول لي راح عمرة في هذا العام اللي اتكشف ليه، وفضلت ماسك استار الكعبة وابكي واقول يا رب اكشف عني، يا رب رجعني زي ما كنت، يا رب اسدل عليا الحجاب. فبيقول ما رجعتش من العمرة دي الا وربنا كشف عني هذا الكرب. فهمت؟ فانا سمعت القصة دي من الشيخ اسماعيل، فلما جاء بعدها بعدة سنوات اتعرض علي الحكاية دي افتكرت تحذير الشيخ اسماعيل من الموضوع ده. فانا قلت يا رب انا ما اتحملوش، انا ما اتحملوش، مش علشان انا برفض نعمة، لا، اصلها دي نعمة في باطنها اختبار شديد قد لا اتحمله. فهمت؟ فلما تجيلك نعمة وانت مش عارف ايه تتحملها، فالاحسن تقول يا رب مش عايز. فهمت بقى ازاي؟ فناس كتير شنعوا عليا لما قلت ان انا ايه عرض عليا فانا رفضت. قال لك ايه اللي يرفض ده احنا نتمنى، ما انت جاهل، ده اللي يتمنى يبقى جاهل. يرفع عنه مدد الإمهال ولا يقبل له عذر في أي غفلة، ثم قد لا يقبل على ما أراده الله منه بسبب انشغاله بالكشف. وكنت أنا قبل قصة الشيخ إسماعيل صادق العدوي دي اللي قالها لي، كنت قريت عن سيدنا عبد الوهاب الشعراني. ما أنا بقول لك الأسباب اللي كانت في ذهني لما اتعرض عليها فأجلتها، قلت ما تحملهاش يا ربي. سيدنا عبد الوهاب الشعراني كاتب في أحد كتبه: كنت أصلي في مسجد بجوار بيتي في باب الشعرية الفجر، فوأنا ساجد في الركعة الثانية كشف لي عن صوت تسبيح كل الكائنات، حتى أني سمعت تسبيح الحصير اللي أنا ساجد عليه وأعمدة المسجد وسقف المسجد، فلم أتحمل أن أرفع رأسي، فانتهت الصلاة وجدت الناس يزوروني في بيتي يعودوني، يعني كأنه أغمى عليه، ما تحملش. وقال مرضت فيها عدة أشهر بكشف بسيط. فأنا كل الحاجات دي بقى كانت في ذهني، واخد بالك ازاي، لما اتعرض عليا المسألة. فأنا قلت يا رب أنا مش عايز أعمل كده. أنا دلوقتي ذاكرت وتعبت علشان أحصل على دكتوراه جراحة وأفيد الناس. أنا دلوقتي لو كشف ليا في المرحلة دي، انا لا هروح افتح عياده ولا هشوف عيانين ولا هيبقى عندي حتى همه ان انا اعالج حد ولا اسمع سخافات الناس. خلاص بقى، وهفضل هايم على وجهي. وده حصل لكثير من الاولياء اللي كشف لهم هاموا على وجوههم في الصحراء، مش عايزين يشوفوا الخلق، وبعدهم سكن القبور عشان مش عايز يشوف حد صاحي. شوف قد ايه الى هذه الدرجه. يبقى يا جماعه الخير الكشف امتحان شديد مش سهل. اقرا في سورة الملك، وكلنا حافظين سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر إيه؟ كبير. اعكس الآية بمفهوم المخالفة: إن الذين يعصون ربهم بعد الكشف لهم إيه؟ لهم عذاب أليم. شفت الآية؟ فأنت لازم تفهم القرآن بمفهوم الموافقة وبمفهوم المخالفة. ما هو مفهوم المخالفة ده مفهوم برضه. فهمت؟ فلما ربك يقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، يعني لو أخطأوا أنا أغفر لهم وأعذرهم علشان الأمور غايبة عليهم. يبقى الغيب يجعل عندك عذر إنك تغفل وإنك تعصى وإنك أنت تفتر عن العبادة. فهمت إزاي؟ فيبقى إيه ده؟ تصور أنت بقى لو كشف لك ارتفع عنك مدد الإمهال وارتفع عنك العذر، فلو استغفرت 1000 مرة بعد معصية وانت من أهل الكشف لا يقبل منك. لكن لو انت من أهل الغيب، الإيمان بالغيب، استغفر الله واحدة بس مع الندم توب، ربنا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فهمت بقى الحكاية؟ يبقى ما فيش داعي ان كنتوا تشتموني. ناس كتير سمعوا الكلام بتاع اللي انا قلته ده ودخلوا بقى. المهم الوهابية داخلين يشتمون. طب ما انت يا وهابي بتنكر اصلا رؤية الانبياء يقظة، بتشتمني ليه اذا كنت بتقول لا تحدث؟ يعني هو في اعتقاد نفسه ان رؤيه الانبياء يقظه دي هلوسه. فهمت ازاي؟ طب انت ليه ليه انت داخل تشتم؟ الصفحه بتاعتي مش عاجباك ما تدخلش. انا ما بدخلش على صفحاتكم. ليه بتدخلوا على صفحاتي؟ الاقي واحد كاتب تعليق: ضال مضل، والله شيخ كبير مخرف. انا مسامحهم على فكره، انا مسامحهم مش زعلان، بس انا بقول لك مفيش داعي انك انت تتسرع. ربما يكون غاب عنك اشياء فاعترضت،
فلو كشفت لك كل الاشياء ما اعترضت. فهمت بقى ازاي؟ ادي كل الحكايه، والله تعالى اعلى واعلم. وربنا كرمنا وجبرنا بعدم الكشف ده، ايه، نجحت في مهنتي، وربنا كرمني بالعباده سنوات طويله. كنت حهيم على وجهي، ولا هعبد، ولا كنت هديكوا دروس، ولا كنت اقعد معاكم القعده دي، ولا كنت اشرح كتب السنه كامله. ودي نعم كبيره. ربنا جمع علي وقتي وشملي فايه، وبارك لي في مهنتي، وبارك لي في عمري، وايه، ويعني ملتفت. وصار بعد ذلك اكرامي معنوي مش حسي. الاكرام المعنوي ايه؟ بركه في العمر، وبركه في الرزق. فهمت ازاي؟ وبركه في العافيه، ونور في القلب، ومعارف لم اسبق اليها. فهمت ازاي؟ دي حقيقه. اقرا الصلوات اليسريه تعرف ان في معارف انا قلتها ما حدش قالها من الاوليه، واقراها واعرفها وتعرف كده. يبقى لما انا رفضت الاكوان، ربنا كفاني به بالمكون، لان الاكوان حجاب مهما كانت، فممكن تحجب بالكون عن المكون. فهمت ازاي؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه رفضت الاكوان ان تكشف لي، فجاء ايه، فتجلى على قلبي بالحقائق، وجعلني اتعلم حاجات منه مباشرة لم اقرأها في كتاب ولم اخذها من شيخ، وهذا من فضل الله. يبقى اذا لما انا رفضت ربنا ما عاقبنيش بل بارك لي. ويبقى كأن الكشف ده كان ايه؟ كان امتحان. كان ربنا باعت لي امتحان، فلو نجحت فيه هعدي، ما نجحتش فيه هروح في داهية. فهم؟ وبالتالي يا جماعة الخير لا تتمنى أن يكشف لك حجاب قد لا تتحمل. تصور أنت واقف في الجامع بتصلي وتشوف الملائكة حواليك، وتشوف مسلمي الجن واقفين بيصلوا معاك، وتشوف الرقيب والعتيد. بذمتك هتعرف تقول الفاتحة؟ بذمتك هتعرف تصلي ركعة واحدة؟ مش هتصلي ركعة واحدة، ولا هتروح بيتك، ولا هتروح أي حتة. لو عشت هتعيش في المورستان، هتفقد عقلك، وعقلك مناط تكليفك وتشريفك. قد لا تتحمل. إذا كان النبي أقوى همة في أول لقاء له مع الملك قال إيه؟ خشيت على نفسي، زملوني زملوني، خشيت على نفسي، قول كده. وإحنا فين في همة النبي وعزم النبي وقوة النبي؟ إحنا ضعاف. ورحم الله امرئ عرف إيه؟ قدر نفسه. أدي كل الحكاية بس يا سيدي.